وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده في سهره رمضانيه واجواء ممتعه هنا، ومعانا بقى نجوم مختلفين عن العاده، وهم اولياء امور فريق طلائع مصر بقياده الكابتن علي حسين. اهلا وسهلا بيك، نتعرف بيك. سيد حسين. والد اللاعب مين؟ احمد السيد. نتعرف بحضرتك. ضياء الدين زكريا، والد اللاعب زكريا ضياء. النهارده لو نهنئ الشعب المصري بقى بمناسبه رمضان نقول لهم ايه؟ نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يبقى شهر الخير علينا كلنا. النهارده يمكن شايف بقى سهرات رمضانيه واجواء ممتعه، شايف دوري ابطال مصر احتكاك للاولاد هيستفادوا من خلاله؟ طبعا احتكاك قوي جدا، ويعني بيعود الاولاد بعد فتره ايقاف الدوري ان هم يفضلوا مستمرين في الجهد بتاعهم البدني، واليوم احتكاك قوي في الملاعب. شايف ان انت حضرتك من اولياء الامور المتابعين جدا لفريق طلائع مصر بقياده الكابتن علي، ويمكن الكابتن علي على طول على منصات التتويج، يعني هو يمكن السنه البطوله اللي فاتت خد الوصيف، والسنه اللي قبلها كان واخد البطوله. شايف ان انت من خلال دوري ابطال مصر يقدر يكتشف اللاعبين اللي ما كانتش ممكن بتاخد فرصها في الدوري، تقدر تاخد فرصها هنا وتثبت نفسها، تقدر تبقى حاجه احسن؟ طبعا الكابتن علي كابتن كبير اصلا، واحنا عارفينه من فتره مش قليله يعني، والعيال بتتقدم معاه فتره يعني شويه بشويه كده واحسن يعني الحمد لله. احساسك بره كولي امر وانت بتشجع ابنك بتبقى عايز تقول له ايه؟ لا طبعا الموضوع مختلف جدا، يعني انا نفسي حتى انزل العب مكانه، يعني بعض الاحيان بيبقى الواحد نفسه يرجع تاني يلعب سنه وينزل يلعب، فالموضوع طبعا حاجه يعني الواحد بيحس بفخر. شايف مثلك الاعلى لابنك نفسه يبقى زي مين؟ ممكن احمد سيد زيزو. مثلك الاعلى لابنك نفسه يبقى زي مين؟ محمود الونش. نتمنى لكم التوفيق اولياء امور فريق لا انتوا كويس ما شاء الله. نتمنى لكم التوفيق اولياء امور فريق طلائع مصر، وانتظرونا وتغطيه خاصه وكواليس وسهرات رمضانيه لدوري ابطال مصر، وانتظرونا على قناه صدى الملاعب.